ان شعبان اللي احنا فيه ده اخطر من رمضان. اخطر من رمضان ازاي؟ شعبان هو موسم رفع الاعمال الى الله. يعني السنه اللي فاتت كلها بما فيها رمضان اللي فات بيترفع الايام دي الى الله. انت الوقت بتقفل السنه بتاعتك، اعمال سنه كامله، صحيفه سنه كامله سترفع الى الله. تخيل مليار مسلم هيترفع عليهم مليار صحيفه، انت صحيفتك هتروح فين؟ تخيل لو ربنا قبل منك عمل صالح واحد، تخيل لو طلعت الصحيفه وفيها ذنوب واتقفلت وما اتفتحتش الا يوم القيامه. لازم تلحق تصحح الصحيفه بتاعتك، لازم تلحق تتوب من الذنوب اللي فيها، لازم تلحق تعوض الاعمال الصالحه اللي رايحه منك. صله الرحم لو رايحه منك الحق عوض، بر الجار لو رايح منك الحق عوض. ترفع الاعمال الى الله في شعبان، واحب ان يرفع عملي وانا صائم. النبي عليه الصلاه والسلام اخبرنا ان الاعمال ترفع الى الله في شعبان. لازم تسخن من شعبان عشان تنطلق في رمضان.